في تشكيلة البلانكو، بينما البارسا دافيد فيا، فابريغاس، جوردي ألبا، تيو، ألكسندر سونغ الجديد من أرسنال في دكة الاحتياط، وكرة الهدف الأول 1-0 يضيع غونزالو هيغوايين. مش معقول، فرصة راس مارسيلو برازيلي الأرجنتيني بتعملق الكومبول بروعة السود أمريكانا، ولكن اللاتينوس يضيع الهدف الأول. حط راسك لفوق اشبي راسك لتحت، لا يا الأرجنتيني لا. شيء في تاريخ الكلاسيكو بعد الفريدو دي ستيفانو 18 وراؤول بلانكو غونزاليز 15. ورا من بيبي 20 لقب والكرة خطيرة وغونزالو جول جولاسو ديال مدريد، ريال مدريد 1-0 غونزالو هيغوايين. لولا ضيعها الثاني ما يرحمش. 1-0 وسط ضربة كامل الدفاع. مش معقول دفاعات برشلونة، ماسكيرانو والنوم في العسل. ينطلق الارجنتيني غونزالو ويفتح بوابة التسجيل. شوف الخطأ القاتل، شوف الخطأ الفادح. المرة هذه يضرب مليح، المرة هذه يحطها صحيح. 1-0 حسابيا رقميا. اللقب الان في مدريد، ولكن البارسا قد يعود بل سيعود. كرة خطيرة يمشي الكسيس، وكرة صعبة ولا وثيق الالعاب، وتتواصل الحرب، تتواصل معارك الرجال في خطأ قاتل. مباراة الهفوات ميسي والدفاع يتصدى من بلانكو. ريال صديقه الوحيد هو قيمة نجومه وقدرة نجومه على صنع الفارق واحداث الفوات. فيلانوفا يلعب في برشلونة 52 مباراة، سجل 6 أهداف من 98 بعد 17 سنة. في 2007 ارجع مساعد للفريق بي، و2008 طلع للفريق الأول مع المدرب غوارديولا. تنطلق الهجمة خطيرة، مارسيلو عرضية، أوري تستمعون لها من جديد وستستمعون لها كثيرا من المرات. إنها آهات المناصرين من هناك. إذا في 1-0 الريال الخطر من الأجناب، التقوقع الدفاعي. يرجع بالكرة مرة أخرى، كرة لأوزيل، الصراع قوي. الله على الجرينتا، ملا كرة وملا فنيات وانطلاقة المرتدات. نحاها شالها له من الحارس يقرب، والكرة لرونالدو يسدد الهدف الثاني. الهدف الثاني من المهول، من المرعب، من القناص، من قاتل الحراس كريستيانو رونالدو. عن اي دفاع نتكلم وباي طريقه نفسر؟ مش ممكن كرة العمق، الكروس لونج، جيرارد بيكي بطيء جدا، ماسكيرانو متاخر جدا، والضربه والسده والتسديد في مرمى فالديز. الهدف الثاني شوف كيف شالها ونحاله حتى قدامه. الصاروخ بتاع ماديرا يسجل 8 اهدافه في الكلاسيكو، وهدف جديد هو الثالث ليه في السوبر كوبا. الهدف الثاني لمدريد، وكريستيانو رونالدو يقول الكبرياء الابيض يظهر في المواقيت الصعبه عند مواعيد الرجال. عندما هزم درجاو بنفيكا و2005 لما حققوا الشرط الشهير، والثالث والهدف الثالث يضيع. غونزالو هيغوايين حط كوره وضيع اثنين، والدفاع مش موجود. صلح يا فيلانوفا، اعمل SMS لجوارديولا يصلح لك الدفاع. مش ممكن، مش معقول، مش مقبول. عن طريقة شابي الونسو يمشي بالكرة، تيتو فيلانوفا على المنطقة الفنية، راسية والهدف الثالث. لكن خطأ على الصرخ الراموس وبابي. ماذا يحدث في دفاعات البارسا؟ دي ماريا سيلعب، دي ماريا يتقدم، دي ماريا يوزع كرة عرضية خطيرة. هذه الكروسات من أنخل دي ماريا. 25 دقيقة لعب، لم يعلو فيها الصوت فوق صوت الأبيض، ولا كلمة في أداء الأبيض، ولا تكتيك فوق تكتيك البرتغالي جوزيه. لماذا ألغى الحكم الهدف؟ ترجع الكرة هيغوايين مرة أخرى في العمق. أدريانو نحاله أدريانو. فما ورقة حمراء لأدريانو. سبحان الله كنت تتكلم. ماذا تفعل بربك يا تيتو؟ كيف تفكر يا فيلانوفا؟ ليه فما مدربين يبدأ يتفلسف ويحب يعمل البصمة نتاعو، يجي يخرب الفريق، يوقع الفريق، يطيح الفريق. ادريانو نعرفوه يسار، تجي تلعب بيه في اليمين مع هنا الخطأ موجود اكيد. ورقة حمراء الشور، تتغير المعطيات اكثر فاكثر، او سامحوني في العبارة، تغرق ساق فيلانوفا اكثر فاكثر وسط جحيم البرنابيو.
2-0 ورقة حمراء. وهنا الاحتجاج من جوزيه مورينو البرتغيز. يحتاج البارسا إلى كبرى المواعيد، إلى أكبر المشاوير السابقة في تاريخه، لعل وعسى يعود في ماتش صعب جدا. والهدف الثالث في التيكي تاكا تضيع، التيكي تاكا على طريقة البلانكو. كرة تمشي مرة أخرى لأوزيل أو دي ماريا انخل دي ماريا على اليسار ما فما ولا واحد. ورونالدو ممكن يهرب، ورونالدو هرب، رونالدو يهرب، رونالدو يباسي، اوزيل يدخل، اوزيل وركنيه او ايجوايين جونزالو ايجوايين واللي سماك هناك. لكن انا ارى انه افضل مهاجم في اوروبا نحب فالكاو الصقر الكولومبي نتاع اتلتيكو مدريد. هذه لو كان فيها فالكاو هذه يمكن يحطهم 3. بارسا عن طريق ادريانو خطيره، ممكن شاس مراوغه، والتسديده الاولى مازالت الكره الثانيه ويتدخل إيكار، ولكن يلعب انيستا سامحني تعدى دي ماريا انيستا، وفرصه كبيره للبارسا، فرصه قريبه للبارسا. يدخل ليو ميسي يشق الطريق، لكن ليلا يلزم يشق البحر الصعب هنا في البرنابيو. على خطأ سيتأمل برشلونة، على فاول سيعمل معشر البلاو جرانا الازول جرانا برشلونة. هل هي كرة الامل؟ تمشي كرة عن طريق ميسي هنا في سانتياغو، يسدد جول ليو الوحش ليو الغول ليو من 10 ضد 11. ميسي يؤكد اننا موجودين بهذه الطريقة على هذه الشاكلة بهذا الطريق، حتى في الشبكة قطع الشبكة، جيبها من الشبكة يا إيكار. يتقدم مدريد للترسيرو ويلعب البارسا للإمباتي، والثالث الري يا رونالدو. يا رونالدو منين هذا يا رونالدو؟ كريستيانو صاروخ فونشال عابر للقارات، السرعة موجودة والكرة وين ماشية ورونالدو غير عادي، رونالدو اليوم غير اعتيادي. يمشي البرتغالي مارسيلو شق الطريق يدخل دي ماريا جول مش ممكن. لا اوري اخرى من انخل دي ماريا. الريال في شوط خرافي. دائما اتهم اني وبالة الفنيين في الاستوديو مع خالد ياسين سيتكلمون بلغتهم الفنية. البارسا رجعت له الثقة، والريال تحسه خايف شوية، بعد هدف ميسي. كرة طويلة مش ممكن، والتعادل يضيع في وقت الكلام يا بيدريتو. شوف الكنترول، شوف الباس، اعطيني الباس، عداها منها شبعنا ملايين. الله على الكنترول يا بيدرو ملا كنترول. عاود يجاهوني حتى القدام، وإيكار كاسياس قال لا. خيارات قادمة للمدرب مورينو، البطولة رقم 20 لمورينو كمدرب او لميسي كلاعب. يدخل بيدرو الرجل الشوط الثاني يهرب، يعود اكسلراسيون كبيرة برشا. بيدرو والحارس إيكار كاسياس كان عليه ان يبحث على ميسي. استعمل القاذفات للصواريخ في الشوط الاول، في الشوط الثاني صار يركز على خطة الدفاع. سامي خضيرة مش ممكن، مش معقول. بدع ولد خضيرة ولد الحمامات، ولكن على شاطئ الساحل الجميل. وصلنا للدقيقة 70، الثالثة من التعادل أم بين الحلين ستبقى في ذات النتيجة للقب المدريد. اللعب على طريقة مارادونا من 15-20 سنة، من 15 سنة في استاد السان باولو على لازيو. ماتش وفاه 5-0 يا انيستا كتوثيق صحفي. حد كرة عجيبة، وانت الغريب العجيب في هذه اللقطة المريبة يا خضيرة. يا معلم بالطريقة هذه ايضا يضرب كرة، يضربها يعني بطريقة مميزة، ولكن فالديز قال لا. والكرة ترجع مرة أخرى صحيفة الموندو ديبورتيفو، والكرة خطيرة وكرة غريبة ومش ممكن ضيعها. ضاعت الكرة. فرصة كبيرة من جوردي ألبا. لابيل طلب الكرة والأروع. يا جوردي ما فماش اوفسايد، كسر التسلل جوردي ألبا كيفاش طلب الكرة. وحكاية كلاسيكو لا يريد أن ينتهي من الأذهان ولا من الأحزان ولا من جونزالو. جول
مش ممكن يا هيجوايين، مش ممكن يا قاتلهم، مش ممكن يا معذبهم، مش ممكن يا معقدهم. هي تستعمل ككلمات في التعليق للمنافس وضد المنافس، ولكن اليوم ضد فريقك وضد جمهورك وضد انصارك. قديش تضيع يا ولدي، قديش تضيع يا جونزالو، يا جونزالو. مش ممكن مش تقول لي طلب الكرة ممتاز يعطيها له مقشرة، قال له حطها في الشبكة اضربها في البار. مش ممكن. يرجع كرة مدريدية، تقطع الكرة ريالية، واحدة كرة خطيرة تمشي لتشابي، رونالدو ينهيها، رونالدو وفيكتور يقول له لا، ترجع الكرة من اوت وتماس، تلعب عرضية لا تمر، ورونالدو سيمر. رونالدو بنزيما خطيرة، مودريتش المدير والتسديدة وجول. لا من سامي، ماتش كبير من سامي خضيرة. المدير مودريتش الكرواتي كان ممكن يبدأ من باب كبير، والكرة ترجع للريال. راموس 3 دقائق وفات ولا ما زالت، انتهت ولا ما زالت. يمشي مودريتش، تتحط الكرة 1-2، المرنجي يقرب، خطيرة العرضية والكرة ترجع. يحبوا الحق ولا ولد عمه؟ الحق طبعا. الريال يستاهل هذه البطولة. سيكون السيناريو قاسي جدا أن تسجل الآن يا برشلونة. خطيرة جدا، كرة صعبة وكرة خطيرة وفرصة، والحارس يكر. كاسياس القديس يمنع كرة التعادل. انيستا يدخل، من أجل إشعال النار في آخر اللحظات. كرة ترجع السونج، يعمل كنترول، يعطي باس، ميسي سدد. مش ممكن ولا قتلونا. الله على أصحاب القلوب الضعيفة. مش ممكن يا ميسي في الدقيقة 51-55. تفرج معايا ايش يعمل، تفرج. يكاد القلب مني ينشطر، ويكاد اللسان ينفجر، ويكاد الراس تنقلع، وتكاد القدم تسجل، ولكن لم يكتبها الليو. الريال لا يخسر من لاوز. المدريد يهزم البارسا لأول مرة من 4 سنين في سانتياغو برنابيو، ويربح أول ألقاب الموسم، أول لقب في التمبورادا الجديدة. فرحة كارانكا وفرحة واسترخاص باشلوان. اللقب 20 لمورينو كمدرب، والثالث مع الريال مدريد. كما قلت في البداية، الريال انتصر الليلة لأنه كان عنده الروح والكبرياء لتدارك ما فات. أسوأ بداية لموسم كروي من سنوات في تاريخ الأبيض المدريدي. بالنسبة لبارسا ممكن الخيارات الدفاعية وإصابة بويول، وخاصة ممكن ردة الفعل للمنافس مدريد. نتيجة 3-2 في الذهاب لم تشفع للبارسا بتألق جديد على مسرح سانتياغو برنابيو، وهدفي غونزالو هيجوايين ودون كريستيانو رونالدو يؤمنان الكاس بين الايادي البرتغالية. رونالدو بيبي، وبالفكر البرتغالي السبيشال وان جوزيه مورينهو.